الناشط الفلسطيني محمود خليل عرضة للاعتقال والترحيل مرة أخرى. القضية رجعت من جديد زي ما بلشنا. آه، محكمة استئناف في فيلادلفيا قررت إنه القرار الصادر عن المحكمة السابقة هو قرار ملغي لعدم اختصاص هذه المحكمة بمثل هذه القضايا والأمور، وبالتالي يعتبر الناشط الفلسطيني خريج كلية جامعة كولومبيا، وأحد الناشطين في السنة الماضية اللي تم اعتقاله ومن ثم الإفراج عنه. الآن يعود مرة أخرى للحدث وهو معرض للاعتقال والترحيل مرة أخرى. خلينا نشوف، أكيد راح يكون في باتل يعني قانونية، ممكن يعملون استئناف ثاني، الله أعلم شو اللي راح يصير. لكن الموضوع الآن أخذ منحنى ثاني لأنه معرض للاعتقال بأي لحظة. رياض الوادي معكم، شكرا لكم، وبليز فولو لايك اند شير، وتسلم.